والله انت ما تشوف اعمى خدمني وتداريني لو انا اقوم اداريها. ما تكفى طلعني خليني اروح البيت. حبيبي تدري انا عايزه هذا الاسواق كله. والله انت ما تشوف اعمى هذا حبيبي السواق اللي اعطيتني اياه. اي اتذكر. هذا ابقيه طول عمري تدرين لو لا؟ فدر قلبك. تدري انا وين ما اخذك؟ وين ما اخذني؟ ما اخذك على اهلي، اريدهم يعرفونك. اهلك؟ ايه شلون تاخذني لك بهذا الوضع؟ ليش؟ ما بيها شيء. والله ما قبل. شو عليهم؟ هم حيزوجك لو اني؟ ماليش دخل. محمد حالي مو مال انه اروح ليلك. فاطمه ماليش دخل. فهمتي لو لا؟ فاني احبك. أنا أحبك مو إنه أنت تحبني، بس أهلك راح يقبلون بهذا الحال اللي أنا بيه. حبيبي أموت عليك أنا، فهمتي لو لا؟ وش يريد يسوي خليه يسوي. أنت ضحيتي بنفسك إلي، فهمتي لو لا؟ إي بس خاف ما يقبلون. ماليش دخل بابا امشي. الله يقول يا الله. محمد لو أقول نرجع أحسن. فاطمة كل عقلك؟ بخاطري خلينا نرجع أحسن. ماليش دخل، أهلي خوش ناس هسه تعرفيهم شلون. ما أتوقع، خلينا نرجع. امشي. محمد لا تعاند. وصلنا ماليش دخل. انت كل شيء ما تدري بس جبتني. شلون حبابه كلش حبابه. يا الله بسم الله. السلام عليكم. شلون؟ هسه انا قاعد اشنو. جايب لي وحده معوقه تساعد امي لو امي تساعدها. هاك استلم. بابا عيب، وش بيها المعوق؟ هو شنو ايش بيها؟ بابا على الاقل احترموا مشاعرها. احترم مشاعرها؟ ادري انا جايبه كنا تخدمني وتداريني لو انا اقوم اداريها. زين هاي اذا خلفت شنو هي الرجاله جهال داريها؟ تمكر عقلك؟ بابا ابنك هو حابها ورايده يعني شلون؟ هو شنو شيء غلط يختاره احنا نوافق عليه؟ هاي تشرب تحجون؟ يوم انا جبت الطريق كلها امدح بيك. تتم المبادئ والقيم والاخلاق. شلون يوم؟ تتم الانسانيه. الانسانيه على شيء غلط؟ تمكر عقلك؟ هذا خلي يحترم مشاعرها يوم. احترم مشاعرها شنو يعني؟ هي ما تعرف نفسها لو تخليك نفسها فوق فيكي؟ فاطمه انا اسف. محمد كافي طلعني خلينا نروح للبيت. بابا انا وياك، ابقى وياك. محمد خلينا نروح للبيت. حسبي الله ونعم. يوم؟ ها صدق تحكي لي اليوم سويتيه؟ شنو اللي سويت انا؟ يعني كل اللي سويتيه اليوم وجرحت مشاعر البنيه، نزلت دمعتها واني هنتيني وخليتيني هالقداتها قدامها، هذا ما سويتي شيء مو يوم؟ يعني انت تقول انا جرحت مشاعرها ومشاعرك وما اعرف ايش سويت؟ انت من كل عقلك اكو واحد ياخذ وحده معاقه، ايش بيك انت؟ يوم انا اخذها، وش تريد تسوي نسوي؟ تاخذها لا تطب بيتي ولا تجيبها لبيتي ولا الي اي شغله بيك انا بعد. ما يخالف، ليش مو يوم تفتهمين لي البنيه شلون ضحت بنفسها الي؟ هو شنو ضحت بنفسها وشنو الخلافات؟ اهو بابا محمد انت من كل عقلك جايب لك مره معوقه تفضلها على اهلي وعلى امي وابوي. ما دام انت اخويا فما راح اسوي لك شيء، فيني شرفك. مرة ثانية إذا أسمعك تجيب طاريح على لسانك أقصه. يلا مرة. مساء الخير يابا. هلا يابا شلونك؟ يابا عندي موضوع وياك. ايه قول. يابا أنت راضي على هذا الشيء اللي أمي سواه؟ والله يا يابا بصراحة أنا ما راضي على تصرفهم، وهذا تصرفهم كلش غلط. هسه أنا حسيت بالبنية وحسيت بمشاعرها، بس هي إذا ترجع لها نفس الحالة يابا. يعني هسه أنت من تجيبها أمك منو يساعدها؟ أعرف يابا، بس ترى البنية ضحت بنفسها إلي، يعني ما يصير، لازم أقدم الموقف مالتها. ابني هذا المشاعر اللي عندك أنت تتقبله، بس أمك إخوانك
ما يتقبلون هذا الشيء. يعني يقول لك هسه انا احنا جايبين وحده تساعد امنا، انت جايبها البنيه يراد واحد يساعدها، انت هم قدر هذا الشيء. يابا انا فكرت بالموضوع زين، البنيه راح اخذها وشو يريد يصير خلي يصير، في امان الله يابا. الله يعينك يا ابني، الله يعينك. دكتور ما تتصور يعني فرحتي شلون. جدا اشكرك اني على العمليه اللي سويت لي اياها، وبعدها انه اني شفت تحسن يعني كلش هواي. يعني انت اوكي يا ستي، كلش تمام وضعك الحمد لله وبفضل الله راح تمشين وعمليتك نجحت. هاي الحمد لله. ووراك عمليه ما تخوف، هي بسيطه بس انا حتقومين تمشين وركض لا تخافين. الحمد لله. دا هيك عادي موافقه اني. لا لا لا، قول يا الله وتوكل. يا الله. يوم قلت لك وحده وتريدي تداريك ايه تموت عليك صدق؟ والله العظيم. منو هاي؟ بس راح تتفاجئين بالمفاجاه الحلوه. فاجئ؟ هاي قدامك المفاجاه. والله هاي صدق جايب لي هاي؟ جاي تشمت بيها هسه؟ عمه لا تخافين، انا اللي حداريك، لا تشيلين هم انتي. ما لا تشيلين هم، انتي هم مثل امي واني بنتك واني داريك. يلا قوم خلي اغسلك انا وخر محمد. عشتيتك.